بتبدأ الحكاية عند بهلول المجنون لما قفشت معاه انه يبقى خليفة لمدة شهر، وفضل يلح على هارون الرشيد انه يسلمه الحكم لمدة شهر واحد بس. طبعا هارون الرشيد كان بيرفض، لكن بهلول كان بيلح ويصر لحد ما اتفقوا على حل وسط، وهو ان بهلول يمسك حكم البلد لمدة يوم واحد بشرط انه ما يظلمش حد. فهارون الرشيد خد عيلته، وطبعا كان اولهم السلطانه زبيده، وراحوا يتفسحوا في الجناين لحد ما اليوم يخلص، وساب بهلول يشوف شغله. وفي نص النهار الرشيد لقى بهلول جاي وجارر وراه عدد كبير جدا من الحمير. فالرشيد استغرب وقال: ايه ده يا بهلول، انت جبت الحمير دي كلها منين؟ فبهلول رد بكل ثبات وقال له: يا مولاي، انا لفيت البلد كلها وسالت عن احوال الناس وعملت ضريبه عادله جدا، اي راجل مراته هي اللي ممشيه وحاكماه يدفع حمار. فالرشيد ضحك جدا وقال له: يا راجل بقى لحقت تلاقي كل الرجاله دي ستاتهم هي اللي حاكماهم؟ فبهلول قال له: سيبك من الكلام ده دلوقتي يا مولاي، المهم اني ما ظلمتش حد. وقال له: اما انا شفت في لفتي دي حاجات ما لا عين رأت ولا اذن سمعت. فالرشيد فضوله زاد وقال له: شفت ايه بهلول؟ فبهلول قرب ليه وقال له: يا مولاي، شفت بنت جمالها يجنن، لو طلعت الصبح تقول للشمس وسعي كده، ولو خرجت بالليل القمر يتكسف من جمالها، وتمنيت من كل قلبي ان الجميله دي تكون لمولاي. فهارون الرشيد من غير ما يفكر بقى بيبص شمال ويمين بخوف، وهمس وهو بيقول له: وطي صوتك يا بهلول، الست زبيده تسمعك، ولو سمعتك هتبقى ليله مش فايته. وهنا بهلول ضحك ضحكه كبيره قوي وقال له: ايوه كده، وبما انك امير المؤمنين يبقى هات حمارين.